على فكرة انا بعني كلامي كله، وانا عمري ما خفت الا من ربنا سبحانه وتعالى. انا ما خافش غير من ربنا سبحانه وتعالى، واللي عندي مش عند حد. طبعا طبعا. تاني انا بقول انا ما بخافش من حد حتى لو معاه اسد. انا ما بخافش من الاسد، انا بخاف من الكلب. شكلك كده بتهيسن ومش هتجيبها البر، وهيتعمل فيك زي ما اتعمل في فعاليات الرقاصه. تاني بقول بلد يا جماعه، احنا 2011 ما كناش نعرف ننزل بيوتنا. مش انا يعني، انا كنت بنزل واروح شغلي، ما خافش غير من ربنا. لكن خايفين على اولادنا ما ينزلوش لوحدهم. ما كانش في امن في البلد، في انفلات وفوضى وارهاب، ما كانش فيه لقمة عيش. الجيش كان بيخبز الجيش عشان ياكل الناس، ياخد الطيارات ويطلق ويودي مرتبات في المحافظات عشان ما فيش امان في الطرق. الدعم الجوي وصل. الجيش كان بيعمل كده، وطيارات الجيش بتنقل مرتبات الناس للمحافظات. يجي يقول لك البلد، بلد مين؟ بلد مين يا سيدي؟ البلد دي ده من عند ربنا، من عند ربنا. لا اله الا الله وحسبي الله ونعم الوكيل.